يا صباح الفل او مساء الفل، مش عارفه تتفرجوا على الفيديو بالنهار ولا بالليل. بس انا في الفيديو هنا كنا بالليل، ما كناش بالنهار بصراحه. فحبيت كده اصور معاكم. كنت جايبه بقى يعني حاجات من مزاج الملوك. على فكره البيج دي تحفه، هي ليها كذا فرع. آه، تقريبا في فيصل وفي الدقي حاجه كده. بس انا بطلب منهم اونلاين، يعني حاجاتهم حلوه قوي. بيعملوا كمان عروض حلوة جدا يعني. فكل من فترة، يعني من فترة للتانية كده، لو حابة اللي هو هنقعد نسهر بتاع، عايزين نغير جو، نغير مود، بطلب منهم. حاجاتهم حلوة جدا على فكرة. هحاول اسيب لكم البيج بتاعهم تحت في الديسكريبشن، وارقام تليفوناتهم. هم عندهم بيج على الفيسبوك. حاجاتهم حلوة جدا 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 وطازة، واسعارهم كمان حلوة، بيعملوا عروض حلوة جدا. المهم حبيت ابتدي معاكم الفقره كده بحاجه يعني حلوه كده ورايقه. فيديو النهارده هيكون فيديو سريع جدا. انا كنت نزلت لكم الفيديو اللي فات المشتريات بتاعه البيبي والتجهيزات وكده، وحسيت ان الفيديو طول اوفر قوي، فما رضيتش احط لكم السترولر اللي انا جبتها من شيكو. قلت هخليها لوحدها في فيديو لوحدها، عشان لو حبيتوا ترجعوا لها واعرف اتكلم عنها يعني باستفاضه كده، واقول لكم يعني انا جبتها منين، واقول لكم مميزاتها، واقول لكم كل حاجه عنها. بما ان في كذا حد انا عرفت ان هو يعني بيتابعني كده، برضو قربوا يعني يولدوا، فيعني لو حابين ياخدوا فكره عن المواضيع دي. بس جبت بقى كده، كنا هنشغل فيلم، وقعدنا كده. حطيت بقى الحاجات، المكسرات والمقرمشات والحاجات اللي جبناها من مزاج الملوك دي، وقعدنا في اليوم ده عشان كنت عايزه اقوم بقى اصور لكم العربيه. وعايزه اقول لكم في مشتريات انا جبتها اصلا للمطبخ حلوه قوي، هصورها معاكم بقى الفيديو الجاي. فيلا بينا. وعملت الكيكه، عملت كيكه ماربل. بصوا، ما عملتهاش للاسف، ما صورتهاش معاكم، معلش بقى. عشان انا ما كنتش في دماغي بصراحه ان انا هعملها ولا هصور ولا حاجه. بس ايه، عملتها وان شاء الله تطلع حلوه. هعمل واحده ساده، يعني هسيب دي ساده، مش هحط عليها شوكولاته ولا حاجه. دي اللي هعمل لها جانش شوكولاته. فيلا بينا. بصوا، انا الكبيره دي قلبتها، يعني قلبتها هنا علشان هحط عليها الجانش بتاع الشوكولاته. دي اللي هسيبها ساده. تمام. طفيت بس الشمعة بتطلع دخان. دي اللي هسيبها سادة، لكن دي هحط عليها الجانش بتاع الشوكولاتة. بصوا كده، انا قطعت اللي هي اللي هسيبها سادة. بصوا من جوه شبه الكيك الماربل كده. بصوا شكلها عسول قوي. بصوا، مش عارفة الإضاءة مش باينة قوي، بس يعني تمام. اهي دي اللي هي اللي هتساب سادة. دي اللي انا هحط عليها الجانش بتاع الشوكولاتة. بس يلا بينا بقى. دي كده قطعت الكيك اللي هي السادة. تمام. ودي حطيت عليها كده جانش شوكولاتة، بس ما كترتش قوي. هقطعها برضو. بجد الكيك طلع تحفة. لو حابين ان انا اصور معاكم الطريقة اكتبولي، وان شاء الله اعملها معاكم تاني بالتفاصيل. طلعت حلوة جدا جدا. انا كنت واخدة الطريقة دي من الشيف نادية. هبقى ان شاء الله يعني اعملها معاكم في فيديو تاني. المهم جينا بقى هنا للسترولر بتاعت شيكو. بصوا، العربية بتاعت شيكو دي فيها مميزات كتيرة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. شيكو منزل تقريبا موديلين او ثلاثة. بس الموديل ده احسن موديل عجبني، لان هو فيه امكانيات عالية جدا. العجل بتاعه تحفة. العجل بتاعه بيمشي لو الارض مش مستوية، يعني بيستحمل، متين جدا. في كذا كذا ماركة بصراحة كنت بلاقي العجل بتاعها ضعيف، لكن العجل ده عجبني جدا جدا، ودي كانت اهم حاجة بالنسبة لي، ان هي تكون متينة. فيها كمان مميزات كتير. هي اولا اول حاجة بتتعمل السرير كده للبيبي ده في اول فترة طبعا من الولادة. ليكم برضو المستويات بتاعت
اللي هو الكرسي لما بيتعمل شازلونج وبيتعمل كرسي وبيتحرك ازاي، والكرسي نفسه ده بيتشال ويتعمل كروكيت لوحده، وبيتشال ويتغير الاتجاه بتاعه. فبصراحة هو يعني انا العربيه بصراحه بالنسبه لي كانت حلوه جدا، فيها مميزات كتير جدا. اللي انا شلته ده الاولاني ده كان كفر كده خارجي عشان البيبي لو بقى الجو برد او حاجه، وبعد كده في بطانه عشان لو هتقلبيه سريره هينام عليه. ده بقى الحزام الامان اللي ما بتعوزي تعمليه كرسي او شازلونج، طبعا لازم يكون في حزام امان. كده هو اتقلب كرسي، بس في بقى جزء من تحت كده المفروض ان هو حزام، هوريه لكم برضو دلوقتي. الحزام ده بيتركب كده علشان القاعدة بتاعة الكرسي، انتوا فاهمين، يبقى قاعد مرتاح وكمان حاطط رجله مرتاح. الحزام اللي انا بركبه دلوقتي ده لو في حاجة انتوا هتعملوه كرسي، تمام. آم، ده الحزام التاني، هو فيه اتنين، في واحد كده طولي وواحد عرضي. كمان عايزه اقول لكم ان العربيه فيها مساعدين اللي انتوا شايفينها كده من الجنب، فيها كذا واحد، فده طبعا حاجه كويسه جدا لان بيخلي العربيه متينه. بيخليها كمان لما تبقى ماشيه في اسطح مش متساويه، او في مثلا الارض مش متساويه تحتيها، بيحافظ على العجل وما بتحسيش بقى برجرجه والكلام ده. كده انا قلبتها كرسي، تمام. برضو انا ناوية اعمل معاكم يعني بقى ريفيو بقى تاني بعد بقى ما استخدمها ان شاء الله بعد الولادة يعني. ادعولي كده اقوم بألف سلامة، وادعولي الفترة دي تعدي كده على خير، عشان انا بجد بجد يعني حاسة ان الوقت بيعدي ببطء جدا وعايزة اخلص بقى. بصوا انا هنا فتحت لكم النور علشان تشوفوا، عشان حسيت ان الاضاءة مش مبينة اللون ولا مبينة التفاصيل بتاعت الاسترولر، تمام. انا هنا عاملاها على ان البيبي يكون في اتجاهي، تمام. يعني عامله الدراع بتاعها ان هو ان انا ابقى شايفه البيبي. لو عايزين نقلب بقى ونخلي عادي العربيه ماشيه في اتجاه العادي، بنشيل الكرسي او الجسم بتاع العربيه وبنحوله الناحيه التانية. هوريهولكم برضو ازاي. يعني هنا في جزء كده، بصوا، ده الجزء اللي بنتحكم فيه ان احنا نشيل اسمها ايه، الكرسي نفسه او الكاروكيت. هو كده دلوقتي اتقلب كاروكيت، فممكن ان انتوا تستخدموه كده اصلا يعني. فدي برضو ميزة حلوة قوي، تمام. احنا كده دلوقتي اهو شلناه، تمام. عايزين بقى نستخدمه لوحده كده، هنستخدمه عادي جدا. خرجنا مثلا في حتة معينة مش عايزين العجلة نفسها، وعايزين بس ناخد الكاروكات لوحده كده نشيله. فدي برضو ميزة حلوة. واللي هي اللي اسمها ايه، الشمسية او التندة اللي فوق دي بتتعمل كده للاخر، فدي برضو حاجة كويسة جدا. عايزة اقول لكم الماتيريال بقى نفسها بتاعة القماش ووتر بروف، فدي سهلة جدا في التنظيف، لان انا كنت قلقانة جدا لان انا جايباها فاتحة. يعني خلوا بالكم انا كنت عايزة اجيبها اسود، بس ما لقيتش غير اللون ده والكحلي والنبيتي، وانا ما بحبش الكحلي ولا النبيتي، وانا بحب الرمادي جدا، بس كنت قلقانه من فكره ان انا اجيبها فاتحه قوي كده. بس لما لقيت الماتيريال نفسه بتاع القماش ووتر بروف، قلت كويسه، هتبقى كويسه جدا في التنظيف ومش هتتعبني. كده انا قلبت السرير نفسه او الكرسي نفسه الناحيه التانية، تمام. اللي هو انا هبقى ممشيه العجله او العربيه والاتجاه بتاعه هناك، فاهماني؟ مش عارفه انت فاهماني ولا لا. المهم انا كده قلبتها تاني سرير عشان اوريكم الفكره، يعني اللي هو انا كده ماشيه بيها بس الاتجاه بتاعه هو لقدام وانا اللي بزق من ورا. فدي برضو حاجة حلوة. طبعا في اصلا كتير استرولر بيبقى الدراع بتاعها نفسها قلاب، يعني ممكن الدراع نفسه هو اللي تقلبيه الناحية التانية. ده المساعدين اللي بقول لكم عليه. ودول العجل، بصوا العجل بجد متين جدا جدا جدا، ودي اكتر حاجة بجد انا كنت بدور عليها، واكتر حاجة عجبتني في الاسترولر بتاعت شيكو. ده العجل اللي هو الامامي والعجل الخلفي، وهنا في فرامل عشان لو حبيتوا ان انتوا تثبتوا العربية ما تمشيش. الفرامل بتاعتها قوية جدا. الباسكت اللي جوه ده برضو حلو جدا، مش قماش بس لا، من يعني بصوا في جوه كده
حاجه شبه البلاستيك كده القوي، عشان لو حابين تحطوا بقى شنطه، تحطوا حاجه فتبقى مستحمله معاكم يعني. حجمها مناسب جدا، مش تقيله على فكره. لو انتوا قفلتوها وعايزين تتحركوا بيها، مش تقيله، مش هتضايقكم. وحجمها حلو، مش ضخمه. دي برضو حاجات انا كنت بدور عليها يعني، ان انا اجيب حاجه ما تكونش ضخمه، اعرف اتعامل معاها، ما تكونش تقيله، اعرف اشيلها لو انا في مشوار لوحدي او حاجه. فبصراحه هي فيها مميزات حلوه جدا. الكفر اللي انتوا شايفينه ده جلد برضو حلو جدا، مبطن كده جلد، و كويس، عشان في الاول البيبي بيبقى عايزه اللي انتي ايه تغطيه كده، مش عايزاه يبرد. بوريكم اللوجو بتاع شيكو. بس كده انا قلبتها سرير. عايزه اقول لكم في الاول اصلا ممكن البيبي يفضل نايم فيها حتى لو في البيت، يعني مثلا قدام التلفزيون او حاجه، انتوا حطوها جنبكم كده ونيموه فيها عادي جدا، مش هتاخد مساحه اصلا، هي مساحتها صغيره قوي. فيها كمان المكان بتاع المج ده او بتاع الببرونه، عشان لو انتي مثلا معاكي حاجه تشربيها، او لو ببرونه مثلا عايزه تحطيها. ففيها من الجنب حامل المج ده الجزء اللي انتوا بتضغطوا عليه عشان تثبتوا اللي هو السرير. يعني في من الجنبين كده، من الجنب اليمين والشمال، زي زرار كده بتضغطوا عليه لو هتشيلوه او هتركبوه، انتوا فاهمين. بس هنا بوريكم العجل، على فكرة سلسة جدا جدا جدا، ومريحة كده وخفيفة. فبصراحة هي عجبتني جدا. فانا قلت لازم اعمل لكم يعني ريفيو عنها، واقول لكم ان هي بجد حلوة. دي حاجة. تاني حاجة بقى، سعرها حلو جدا، لان انا سألت في كذا مكان عن نفس البراند دي. وفي براند تانية اسمها بيكو تقريبا، او بيكو، هي بيكو، نفس الشكل كده برضو، كان سعرها اعلى من كده. هي البيج دي اللي انا جبت منها الاستلور، بتجيب حاجات استيراد خارج، فبيكون اسعارها هينه شويه. برضو هسيب لكم اللينك بتاع البيج تحت في الديسكريبشن. ده الكتالوج اللي بيكون جاي مع الاستلولر، بيكون بيقول لك بقى ازاي بتفكيها وبتركبيها. اولا هي بتبقى جايه في كرتونه، فبتكون اصلا مفكوكه، يعني بيكون كل حاجه، مش كل حاجه، السرير نفسه مفكوك، العجل مفكوك. فبيقولك ازاي هتركبوها، هي سهله جدا على فكره، ما فيهاش اي افتكاسه خالص. يعني امشوا كده ورا الخطوات ومن غير ما تمشوا. انا اصلا ما بصيتش في الكتالوج، يعني هي تركيبها اصلا سهله قوي، ومعاها طبعا ضمان. وبصراحه هي ممتازه، عجبتني جدا جدا. هسيب لكم زي ما قلت لكم لينك البيج تحت في الديسكريبشن، عشان لو حبيتوا تتواصلوا معاهم. لا عادي تعملي بيه انا ده بتاع احمد. هما عامة مش بيعملوا كده. بس كده فيديو النهارده خلص. الفيديو كان لطيف كده وخفيف وسريع. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. لو في اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنت. استنوا الفيديو الجاي برضو، هيعجبكم جدا جدا. حبيت اختم معاكم الفيديو كده بفقرة السينابون. حبيت اصور لكم هناك، كنا انا والولاد في سينابون، بقالي فترة عايزة اعمله ومكسلة، فقلت لهم لا خلاص احنا هنروح ناكل في سينابون. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوا الفيديو الجاي، مش هتأخر عليكم. يلا باي باي.